صباح الخير عليكم العذرات. نتمنى الفيديو تاعي تاع اليوم يلقاكم باحسن الاحوال وبصحه وعافيه. اخواني اخواتي الكرام، بعد هذا الغياب القصير رجعت لكم بوصفه رائعه بزاف بنينه، واهم حاجه انها ماشي دايره بزاف في اليوتيوب، تقدروا تقولوا يعني حاجه جديده وفي النوفو. فوالا اليوم جبت لكم وصفه طرطه الدجاج ولا كيكه الدجاج فارسيتها بطريقه جد مبسطه بزاف بنينه وتوجد في وقت قياسي. كما راكم تشاهدوا رافقتها مع هاد البطاطا اللي كنت طيبتها بنفس تتبيله الدجاج بعيد البعد عن المقلي. اذا قبل ما نبدا نتكلم على الوصفه تاع اليوم، كيما العاده والعوايد بغيتكم تدوا معايا الاجر وتصلوا معايا على النبي. اللهم صل وسلم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فرجه ممتعه طيبه، وبقوا معايا للاخير. بسم الله على بركه الله. حبيباتي، في الوصفه تاع اليوم ان شاء الله نحتاجو الدجاجه اللي تكون ديزوسي. بالنسبه للاخوات اللي ما يعرفوش كيفاش يديزوسو الدجاج تاعهم، ان شاء الله هني راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، فقط الضغطي على عنوان تاع هذا الفيديو يخرج لك الرابط اسفل الشاشه. فوالا انا الاخوات كيما راكم تشوفوا عندي الشامبينيون المعلب علبه كامله. انت تقدري تستعملي شامبينيون فري، نصف علبه تاع الذره ولا المايس. عندي ايضا فروماج ايمونتال، استعملي اي نوعيه من الاجبان اللي كانت متوفره عندك. ملعقه كبيره تاع العسل. هاد الاغوم تاع الماجي الاخوات والله لا بزاف بنين. عندي ملعقه كبيره ولا ملعقتين تاع الزيت النباتي. عندي ايضا لافيسال. عندي الزعفران ولا بالاحرى اللي يقولوا حنايا الزعفران هو ستان كولورون اليمونتير بيان سور. عندي الكركم، الفلفل الاحمر الحلو، الكوري، الفلفل الاسود، الملح. نحتاجو ايضا المعدنوس المجفف، الزعتر، ملعقه صغيره تاع الزنجبيل اخوات لي ميلونج بين الزنجبيل الليمون والبصل. انا راح نبارطاجي معكم هنا الاخوات كيفاش يجي ابوبري، مانيش ندير في بوبليسيتي، صوف كو شريته لي اول مره، قلت الا عجبني نبارطاجيه مع مي زابوني العزاز، والا ما عجبنيش في المونتاج راني راح نحيه. باغ كونطخ ننصحكم انكم تشروه الا لقيتوه، واللي ما عندهاش دير سكينجبير نورمال مع عصره تاع الليمون والبصل اشي. نحتاجوا ملعقه صغيره تاع لا موطارد، ملعقه كبيره تاع المارغرين. وبالنسبه لهاد الاغوم اللي قلت لكم تاع الماجي، تقدري تعوضيها بملعقتين تاع صوص دو صوجا اللي تكون حلوه، سينو ديري الكيتشوب تاني تجيك بزاف بنينه. كيما راكم تشاهدون الاخوات راني بديت نسم في الدجاجه تاعي. حاولوا فقط انكم ما تكثروش بزاف التوابل. درت الملح، شويه تاع الفلفل الاسود والكوري. بالنسبه للاخوات اللي راهم ينضموا للقناه من جديد، ندير لكم ان بتي رابيل اللي ما تعرفش كيفاش تخدم الكوري. هذا سي ان ايبيس انديان. ان شاء الله راح نخلي لكم ايضا الرابط في صندوق الوصف، تقدروا تخدموهم في الدار ويجيكم بزاف بنان. طيبوهم يعني في الاطباق اللي يكون فيها الثوم، ديروه في الدجاج يجيكم بزاف بنين. فوالا هنا راني شديت ان ريسيبيون، درت عليه دو كوش تاع بابي فيلم، ودرت عليه هكذاك لا فيسال كيما راكم تشاهدوا الاخوات، عقدتها هكذاك في الوسط. وراني رايحه ان شاء الله نعاود نابلاطي مليح مليح الدجاجه تاعي بهاد الاداه. اللي ما عندهاش نقول لك فقط بالوراق ولا بالحلال، ديري عليه بابي فيلم باش ما يتوسخلكش، وبقاي تضربي هكذاك في الدجاج نتاعك حتى وين ليبيسور تاع الصدر تاع الدجاج ولا لا كويس تنقص لك، او ميم طون تزيد تكبر لك الدجاجه نتاعك. وهنا كيما راكم تشوفوا ضربتها بعد ما درت لي زيبيس باش ندخل مليح مليح لي زيبيس في الدجاجه نتاعي. هذه كاستيس كتدبيرتي عفوا الخاصه. انا حنخلي هنايا التوابل تتشرب لي مليح مليح في الدجاج، ونروحوا نحمصوا مع بعضنا الشامبينيون. شديت انا مقلاة الاخوات، درت عليها ملعقه كبيره تاع المارغرين، زدت عليها الشامبينيون المعلب ونسمتها بشويه تاع الملح والفلفل الاسود. باغ كونطخ هنا الاخوات اللي تحب المذاق تاع الثوم نقول لك سي با لا بين ديري طازج، باسكو راه يعطيك واحد المذاق فريمون فور على المايس والشامبينيون، دونك ديريه بودره من المستحسن. كيما شفتوا معايا هنا الاخوات راني حمصته كالكو مينوت، ومن بعد راني رايحه نضيف عليه بقيه المقادير.
ضفت عليه هنا الاخوات المايز كيما راكم تشوفوا. اني راح نزيد عليه بقيه المقادير اللي هما الزعتر، المعدنوس، نضيف عليه ايضا شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الاسود باش تجيني تتبيله لداخل تجيني بزاف بنينه. كيما قلت لكم الاخوات اللي ماشي متوفر عندها المعدنوس المجفف، ديري المعدنوس الطازج ايضا يفا دوني ان تري بون غو. باغ كونط كيما قلت لكم الوصفه تاعي تاع اليوم راهي على السريع. اللي ما بغاتش دير شامبينيون ولا المايس نقول لك تقدري عادي تفرسيها بالروز الا بغيتي، ولا ديريها بالبرغل داخل حسب الذوق تاعك والامكانيات نتاعك. زدت عليها هنايا الفرomاج كيما راكم تشوفوا. ما بغيتش نرابيه باش ما يذوبليش تمتم الاخوات باسكو الدجاجه تاعي ما تتغلقش مليح. سي بور سا اللي كنت قطعتها بهذا الشكل. فوالا هنا الاخوات كيما راكم تشوفوا راني فرغت كاع الحشو نتاعي اللي راه عندي، ومن بعد راني راح نبقى نعقد هكذاك في لافيسيل تاعي غير بالعقل سيسيها. الا كانت الدجاجه تاعك كبيره وتتغلق مليح اللهم بارك. كانت صغيره كيما تاعي نقول لك يعني ما تحيريش باسكو رايح يتبدل الشكل تاعها بعد ما يطيب. فقط نقول لك حاولي انك مي تعقديها لمي كاع هذوك الجوانب. وعلاش درت البابي فيلم تحت لا فيسيل باسكو كيما راكم تشوفوا كي تعقديها ما تجيكش فريمون دائريه هاد الكيكه ولا طورطه الدجاج. دونك البابي فيلم هو ان شاء الله اللي رايح يساعد لي الدجاجه تاعي باش تشد لي هذيك لا فورم مدوره. فوالا هذوك الزوائد تاع الخيطان كيما راكم تشاهدون الاخوات راني مقصتهم وبقيت اللم في الدجاجه تاعي بالبابي فيلم. فوالا كيما راكم تشوفون الاخوات. فقط ملاحظه صغيره بالنسبه يعني الاخوات معنا اللي راهم عاملات تبغي تبريباري هاد الدجاجه تاعها من قبل، نقول لك بيان سور تقدري توجديها قبل رمضان، ديريها في الكونجيلاتور سوف كو الدجاج تاعك بيان سور يكون فري. سينو الا كنتي تخدمي باغ اكزومبل الخدمه تاعك كانت ميطون تقدري توجديها لا ماتيني ولا العشيه كي تدخلي ديريكتومون ديريها في الفور. دو توت فاصون elle prend pas beaucoup de temps maximum 40 à 45 minutes. هنا نمروا لمرحله تتبيله تاع الدجاجه اللي نديروها من الفوق. درت الصوص ماجي كيما راكم تشوفوا لا اروم دو ماجي. زدت عليها 3 ملاعق اكل تاع الزيت، المعدنوس المجفف، الزعتر، الفلفل الاحمر الحلو، الكركم، الملح، الفلفل الأسود، الكوري. عندي هنا ملعقة صغيرة تاع لا موطارد ولا الخردل، وهاد لا بيغي اللي قلت لكم تاع الزنجبيل. اللي ما عندهاش نقول لكم الاخوات ما تكلفيش روحك، من الموجود حضري الجود للعائله نتاعك. فوالا هاد الملعقه كبيره تاع العسل راح تعطيني تحميره بزاف شابه للدجاجه تاعنا و ميم طون تعطيك ان تري بون غو. زدت عليها هنايا شويه تاع الكولورون كيما قلت لكم حنايا نقولوا له الزعفران. باغ كونطخ سي ان كولورون اليمونتير، هو تاني يعطي واحد اللون ولا اروع للدجاجه تاعنا. الفرن تاعينا الاخوات راه بريشوفي من قبل على درجه الحراره ماكسيموم، شعلت عليه من الفوق ومن تحت. الدجاجه كنت درت لها البابي الومنيوم حطيتها في المول اللي يدخل للفرن. زدت عليها نص كاس تاع الماء اللي يكون سخون، طيبتها ربع ساعه حتى 20 دقيقه فقط باش الدجاجه تاعنا تشد لا فورم هذيك المدوره. ومن بعد نكملوا لها طياب بلا لي دو بابي اللي درناهم. وبيان سور هذاك الماء اللي كان في المول نتاعي اني راح نتخلص منه باش الدجاجه تاعي طيب ناشف في ناشف، ونقولوا حنا تطلق لو جو تاعها. والفرomاج باش ما يسيلكش عاودي ديريها على هذا الكوتي الاخت الكريمه باش يقعد لك الداخل، والكيكه الدجاج تاعك عفوا تجيك طريه ومفرمجه كيما نقولوا حنا. فوالا هنا الاخوات كيما راكم تشوفوا راني ضفت عليها هذاك المزيج تاع لي زيبيس، تتبيله الاكثر من رائعه. تمنيت لو كان التليفونات تاعكم يخرجوا لكم هذيك الريحه الطيبه وتتاكدوا من مصداقيه الوصفات اللي راني مدهم لكم. كيما راكم تشاهدوا راني بالبانسو في مزيغ راني نطلي في لي كوتي تاع الدجاجه تاعي، نطيبها من هذا الكوتي نقول لكم حوالي واحد 20 دقيقه، ونعاود نرجع معكم باش نطيبوها على الوجه نتاعها.
فوالا كيما راكم تشوفوا تبارك الله ما شاء الله. والله يا اخواتي الكرام الى وصفه اكثر من رائعه. وبيان سور اللي ما يبغوش المايس ولا ما يبغوش الشامبينيون، نقول لك تقدري ديري الجلبان داخل مع شويه تاع الزيتون خضر دي نوايو تقطعيه اون لاميل، يعني انتي واش تحبي. تقدري حتى لهداك الروز تاعك ديري له لي زابا تاع الدجاجه تقطعي هكذاك دي بتيدي تقليهم بالثوم والمعدنوس الله، ديري التتبيله اللي تحبيها ويحبوها الافراد تاع العائله نتاعك. فقط انا حبيت نعطيكم افكار مغايره وعلى السريع. هنا راني نعاود نتبل في الدجاجه تاعي للمره الاخيره. والله للاخوات اون ديغي هاد الدجاجه طايبه على جمر بزاف، ريحتها طيبه والمذاق بيان سور ما نحكي لكمش. وكاقتراح الاخوات اللي بغات تسترافق الدجاجه تاعها بالبطاطا، لاصوص اللي طلقتها لي الدجاجه تاعي ولا التتبيله اللي بقات لي في الصينيه تاعي باش ما ترميهاش، بيان سور هنا ضفت عليها البطاطا اللي كانت متوسطه الحجم. فوالا كيما قلت لكم الوصفه تاع اليوم راهي فريمون السريع. تبلتها ودخلتها طيب في الفرن، نقولكم على درجه الحراره اللي كانت 200، وكملت طابت لي يعني 5 ما شدتليش بزاف الوقت. فوالا انا الاخوات راني نقلع في هذيك لافيسه اللي كنت درتها للدجاجه تاعي، خليتها شدت روحها شويه، يعني لو كان قسمتها تمتم وفيها الجبن رايح يسيلك، دونك خليها تكون او موان تكون اتياد. وكيما راكم تشاهدون الاخوات كي تقطعوها كي شغلكم تقطعوا في كيكه ولا في مسكوتشه بريزونطابل بزاف بنينه، تقدروا ديروها في اي مناسبه تكون عندكم. فوالا اخواني اخواتي الكرام، كانت هذه هي الوصفه تاعي تاع اليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم، تجربوها وتنجحوا فيها باذن الله. وما عليا غير نقول لكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله. نتلاقوا في فيديو جديد مع وصفه ولا تدبيره جديده. سلام.